كوبايه دي هنعمل احلى ميني مولتو في البيت، صلوا على النبي. هنبدا بعلبه زبادي اللي هي ام 3 جنيه ديت، كوبايه كبيره دي، ورشه ملح، معلقتين كبار لبن بودر، ومعلقه صغيره سكر بودر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. هنقلب المقادير الجافه دي كلها مع بعض، وهننزل ميه دافيه زي دمعه العين كده، سرسوب بسرسوب يعني شويه، لحد ما العجينه ما تلم بشويه، سرسوب بسرسوب كده، مكتريش طبعا، لحد ما العجينه ما هتلم معانا وتبقى طريه. بتبقى العجينه ملزقه حاجه بسيطه، بحط نقطتين كده في قلب البوله اللي انا شغاله فيها، واسيبها ترتاح حوالي نص ساعه بالظبط، واغطيها بكيس استرتش. بعد نص ساعه ببدا افرد العجينه بالشكل ده كده بالنشابه. بصي بتفردي بيها كده بالشكل دوت، وابدا اقسمها على طول كده، واعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وجبت شوكولاته على طول بالحليب، بحب اعملها كده زي المبشوره بالظبط، شوكولاته بالحليب بتبقى طعمها حلو جدا. وببدا الف كده، احط الشوكولاته والف على طول بالشكل ده. بصوا، تطلع اهم حاجه اقفلي الجوانب كويس قوي عشان الشوكولاته ما تطلعش بره طبعا. قفلي الجوانب بتاعه العجينه بتاعتنا. بصوا الف كده واجي عند الجوانب كده، بصوا بقفل كده من الناحيه دي واقفل من الناحيه التانيه، لازم مهمه قوي الخطوه دي. هعمل بقى كله بالشكل دوت كده زي ما انتم شايفين، احط الشوكولاته وابدا الف كده. القفله دي مهمه جدا من الجنبين. واهم حاجه طالما هتعملي بقى الحاجه ديت في البيت، يعني اهم حاجه يبقى الزيت بتاعك نظيف، مش اللي هو الزيت بتاع التموين طبعا. اعملي بالزيت النظيف عشان يبقى ريحه الميني مولتو معاكي حلو، ويبقى طعمه حلو جدا. بصوا ببرم كده العجينه اهوت، والفها كويس قوي بالشكل دوت، واجي من عند الجوانب اقفل كويس قوي. لازم تقفلي من عند الجوانب ليه؟ عشان الشوكولاته طبعا هتسيح مننا في قلب الزيت، واحنا مش عايزين الخطوه ديت خالص، لازم نقفل الجوانب كويس قوي. بصوا انا بعمل قدامكم اهوت كذا مره اهوت عشان تبقوا عارفين الخطوات ماشيه ازاي. فيديو سهل وبسيط جدا. طبعا حابه تضاعفي المقادير، تعملي كميه يعني كبيره اعملي، بس انا حبيت طبعا اعمل كميه كده على قد، احنا عارفين الكيس المولتو بره وصل ل7 جنيه، فالطريقه دي اقتصاديه يعني وعلى قد الايد وحلوه جدا جدا. شايفين بقى؟ اعمل بقى الكميه كلها بالشكل دوت، بسيبه بس يرتاح حوالي 5 دقايق، بس اغطيه بكيس ستريتش 5 دقايق كده على طول، او 10 دقايق بالكتير. وابداي على طول سخني الزيت بتاعك. اول ما يبدا يسخن معاكي الزيت، ابداي على طول حطي الميني مولتو معاكي على طول في الزيت، ياخد يعني ما بيكملش دقيقتين تسويه. دي العجينه هي اللي فضت معايا اهيت، هكملها برضو. هعملها برضو بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقفل الجوانب كويس جدا جدا. خلاص اهو عملت الكميه اهيت، دي كوبايه دقيق كبيره زي ما انتوا شايفين كده. الزيت خلاص بقى بدأ يسخن معايا، نزلت على طول. النار لازم تكون طبعا متوسطه على العين الصغيره كده، تبداي تحطي الطاسه بتاعتك، يعني ما تخلوش يسخن جامد. اول ما يبدا ها يعني نقول يسخن تمام، ابداي حمري الكروسو بالشكل دوت، حط عليه بقى صوص شوكولاته وتاكلوا بقى احلى. آه، قصدي طبعا ميني مولتو. بصوا بقى الجمال، صغير وحجمه قد ايه، حلو جدا جدا. جربوا الوصفه والطريقه سهله. وكوبايه دي زي ما بقول لكم، ورب بقى الوصفه تعجبكم ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.